لصمنا كرم بالعافية وهنجوزه وهو رضي بالهم. ومفاجأة عروسته قدمها يطلع شؤم ونحس وغم. ويقولوا في نيزك فكه جاي علينا بسرعة زو. كرم، انت ايه اللي رجعك؟ ايه الاستقبال الزباله ده؟ ما هو انا مستغربه بصراحه. طبعا لازم تستغربوا البيجامه اللي مليانه قطط دي. ما انا قلت ارحرح بقى. طب ما انا مقربه اهو. كمان لا بقول لك ايه، انا ممكن اطلع القطط اللي في البيجامه دي تخربشك. ما تقول انت عايز ايه وتخلص. يا بت انا نسيت المسدس جوه، ولو اخوك عرف ان مسدس ميه هيعرف ان احنا اشتغلناه وهيكروشك من هنا. ما تقلقش، دفنته. دفنت ايه صلاح؟ وده جبت له تربه منين ده؟ اني مقاس منين ده؟ يا عم بقول لك انا دفنت المسدس في الجنين. طب لو سمحتي انا عايز المسدس بتاعي. ما ينفعش يا كرم، ده انا ما صدقت ادفنه وصلاح في الحمام. يعني عايز انا اسافر مصر لوحدي كده وكمان من غير مسدس؟ ده مسدس ميه، انت هتستهبل. كلمي مين عندك يا نيلي؟ كده ادينا اتقفشت. طب اقفلي الباب في وشي، اقفلي. رايحة فين يا رشا؟ رايحة لطنط نحمده، بوسينة وحشتني قوي. هي لحقت توحشك؟ بعدين يعني انا ما صدقت انك استحميتي يا حبيبتي. قصدك يعني ان انا معفنة؟ لا طبعا انت زي الفل، بس يعني بقيتي احسن بكتير لما استحميتي. وعلى فكرة انا كمان استحميت. ايه رأيك في المفاجأة الحلوة دي؟ طب انت عايز مني ايه دلوقتي؟ نقعد نتكلم مع بعض. انا مش عارفة اتلم عليك خالص من ساعة ما خلفتي. انا مش فاضية للدلع بتاعك ده، بنتك واخدة كل وقت. بس انا فاضي ومش لاقي حاجة اعملها خالص، وده اللي موترني جدا. انزل العب مع اصحابك، قصدي اقعد معاهم على القهوة. ماشي يا رشا ماشي، بس يكون في علمك انا كده هبقى متوتر جدا. يا بت انت واقفه متسمره كده ليه؟ ما تقفلي الباب في وشي، خلينا اتنيل اغور من هنا. يا نيلي انت مش سامع صلاح بيجعر ازاي؟ احنا خلاص اتكشفنا وعلاقتنا هتبقى على كل لسان. يا نهار اسود. علاقه ايه يا بت؟ انا كل اللي بيني وبينك شجره مانجا ما بتطرحش. صلاح بيقرب علينا يا كرم، انا سامع خطوات رجليه. سامعه؟ يا بت انت حاسه ان في غوريلا جاي علينا؟ في ايه؟ يا ريته كان غوريلا، كنا نعرف نتفاهم معاه. طب ما تيجي معايا بالبيجامه اللي مليانه قطط دي، وليكي عليا يا ست اجيب لك دستة فيران تتعشى بيهم. تو ليت يا صاحبي، الغوريلا وصلت. كرم باشا. هو الصوت ده جاي منين؟ انا صلاح يا كرم باشا. خير، في حاجة؟ لا هو هيجي منين الخير بسحنتك دي؟ اصل كرم باشا نسي علبة السجاير بتاعته، وانت عارف بقى الطريق طويل وبيطلب سجاير يعني. انت اتجننت يا نيلي؟ ايوه انت اتجننت يا نيلي. سجاير ايه وكلام فاضي ايه؟ ازاي سايبه الباشا واقف كده؟ اتفضل يا باشا، اتفضل ادخل. بس انا مش عايز ادخل انا. لا الكلام ده ما ينفعش. خليه يسيب دراعي يا نيلي، ده قافش كأن في مطرقه نازله على دراعي. خلاص ادخل بقى بدل ما يعضك، يلا ادخل يا باشا. يا صلاح، في ايه يا صلاح؟ تعالى بسرعة. طب انا ايه اللي يخليني ادخل بيت كل الناس اللي فيه اسمهم صلاح؟ ده انت تلاقيكي في الاخر هتطلعي اسمك صلاح وبيدلعوكي نيلي. لا انا اسمي نيلي، بس بابا كان بيدلعني وبيقول لي يا صلاح. الحق يا باشا. مالك هاجم عليا كده ليه؟ خلي في بيننا وبين بعض مسافه من فضلك. في بيان عن النيزك من الامم المتحده. نيزك ايه يا راجل؟ وانت الكلام ده بياكل معاك برضه ولا هيأثر في حاجه؟ نيزك ايه؟ ادخل يا كرم بسرعه. ماشي يا صلاح. وصل التلفزيون يا متولي، البيان هيفوتنا. الكهرباء وصلت كده يا استاذ عماد. ايوه كده في التمام. طقم شاي بقى في السريع. يا رامي، يا رامي، مراتك بتنادي عليك يا رامي. ايوه يا رشا. تعالى يا رامي، تعالى اتفرج معايا عند طنط نحمده. حاضر. ما تيجوا يا جماعه نتفرج فوق بدل التلفزيون الصغير ده. انا عن نفسي هتفرج هنا بدل ما كرم يطب علينا ويطردنا زي كل مرة. ما يطردنا، هو كرم غريب. بس انا مش عامل حسابي ولابس البيجامة. هو ده وقت شياكة يا توفيق، احنا في لحظة حرجة. على رأيك. سك على الشاي يا متولي. يوه ايه ده، انت لسه بتلعب جيم يا شادي؟ عاوزاني اعمل ايه يعني؟ عايزاك تقوم تحلق دقنك دي وتقعد تذاكر لك كلمتين، الامتحانات خلاص قربت. امتحانات ايه بس يا نهى؟ يا ابني خلاص النيزك هيفجروه. لما يفجروه ابقى احلق دقني. يا سلام، خلاص طول بقى ما انت بالمنظر ده يبقى مالكش كلام معايا. سلام. استني بس، اوعى من وشي. لقد توصل العلماء لحل جذري لنسف النيزك الذي ما زال في طريقه نحو كوكب الأرض، وسيتم ذلك بجمع كل الرؤوس النووية الموجودة في الكوكب، وسيتم إطلاقها في وقت واحد من 3 نقاط، الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية، والثانية من الصين الشعبية، والثالثة من روسيا الاتحادية. وجاري الآن اجتماع مغلق بين ال3 دول، وسنوافيكم بكل ما هو مستجد.
انا مش فاهم حاجة. ما الكلام واضح يا صلاح، هيضربوا النيزك بكل الصواريخ اللي في الكوكب. الكلام ده صحيح يا كرم باشا؟ ايوه يا ابو صلاح، الدول دي لو اتفقت خلاص النيزك هينفجر. عقبالك عقبالك يا رب، وشك يخش تقسيم اراضي ووشك يتفتت. يعني انا دلوقتي افرح ولا اعمل ايه؟ انا ما اعرفش انت لما بتفرح بتبقى عامل ازاي. فخليك زي ما انت، واللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. انا مش مصدقه ان الكابوس ده هينزاح. ياه، اخيرا هرجع احلم ببكره. بس انت شكلك خلاص كده رميتي حلمك في الحمام. بس هرجع احلم من تاني بالتمثيل. تاني يا نيلي؟ ايوه تاني يا نيلي، تاني. ما هو طول ما في امل انا مش هبطل احلم. ايه ده، هو طول كده ليه يا صلاح؟ يا اخي صلاح انت مش سامعني؟ انت واقف تحت وانا واقف فوق ولا في ايه؟ تمثيل تاني يا نيلي؟ وفيها ايه يعني يا صلاح لما مثل؟ لا علي صوتك بقى، ده وشه بيحك في السقف. ممكن بس تهدى يا صلاح عشان نتفاهم؟ ايوه اتفضل اقعد ايه، نام واحنا هنبقى في مستوى وشك. مش عارف انا ايه اللي طلعك فوق اصلا. بقول لك ايه يا كرم باشا؟ بقول لك ايه، لا تقول لي ولا اقول لك، انا مش هقدر اقعد في البيت الخشب ده اكتر من كده. سلام. استنى عندي انت ايه؟ اوعى تنسى انك بتكلم مع رئيس مباحث. سامعني يا صلاح ولا ايه ظروفك؟ بقول لك يا باشا، زي ما جبت البت دي معاك خدها معاك، احنا مش عايزينها. وايه اللي احنا مش عايزينها وانا دخلت عليك بازازه فينيك؟ ايه يا صلاح؟ انت بتطردني من بيت ابويا يا صلاح؟ ايوه، ومن النهارده انسى ان يكون ليك اهل. طب وبالنسبه للضفر اللي ما بيطلعش من اللحم يا حاج صلاح؟ صبع العوج ملناش فيه. يلا اتفضلي بره. يلا بينا يا نيلي، يلا بينا قبل ما يعمل بي في وشنا. يلا. يعني هتسيبه يطردني بالبساطه دي؟ عايزاني اعمل ايه؟ هتخانق معاه؟ ولو اتخانقت معاه هتخانق معاه انهي حته في جسمه؟ بقول لك ايه، اقول لك على حاجه وتنفذيها فورا. اجري يا نيلي.